يسعد لي أوقاتكن يا رب. جربت طرق كتير لتتبيل الفروج والدجاج، بس هالطريقة لا قبلها ولا بعدها. تعالوا نعمل مع بعض أطيب طريقة لتتبيل الفروج. وحلاوة هي الطريقة إنه بتنفع لكل أنواع الفروج، سواء شيش، فخاد، وردة، فروج كامل. بتطلع بتطير العقل. تعالوا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله. منضيف معلقتين لبن ومعلقتين دبس بندورة، 3 حبات هيل و3 حبات قرنفل، بهارات دجاج، معلقة فلفلة حمرا، شوية قرفة، معلقة كاري، فلفل أسود، توم بودرة، ومعلقة ماجي بالخضار. ومنحط شوية زيت. اللي مو متوفر عنده هذا الماجي اللي بالخضار اللي بيكون فيه نسبة ملح منيحة، يفضل يحط مكعب ماجي عادي ويحط شوية ملح، لأن هو الماجي بيكون فيه طعمة حلاوة، بس الماجي اللي بالخضار بيكون نسبة الملح فيه كتير كبيرة. الخل مشان يخلي لحمة الفروج تطلع طرية وبتشهي القلب، وما بتاكل معنا وقت كتير بالفرن، وبتطلع دايبة دوب. إذا بدكن نتيجة حلوة وطعمة طيبة، يفضل ينقع الفروج 24 ساعة، يعني يفضل يضل تاني يوم. أما إذا أنتم مو حابين تعملوه بنفس اليوم، فيكن تحطوه بكيس مونة ويضل بالفريزر، ما بيصير شي أبدا. وأيمت ما طالعتوه بعد أسبوع بعد أسبوعين كأنكم متبلينه بنفس اليوم، بيطلع بجنن وطيب كتير كتير، وما بتتغير من طعمته أبدا أبدا. لا تنسوني من دعمكم بالاشتراك ولايك وتعليق حلو. إذا عجبتكم هالوصفة شيروا الفيديو. وهي بعد ما نقعنا الدجاج 24 ساعة، رح حط تحته بطاطا، بصل، انتو شو بتحبوا تحطوا خضرة فيكن تحطوا فليفلة، جزر، فطر. رح حط شوي من تتبيلة الفروج على البطاطا والبصل وحركن منيح مشان تتبل البطاطا معانا. منحط الفروج فوق البطاطا والبصل، ومنشك الشيش يلي نحنا تبلناه مع الفروج بقلب السياخ، مشان ورجيكن انه اي نوع فروج بيطلع بجنن بهي التتبيلة. رح اضيف شوية مي على التتبيلة يلي كان منقوع فيها الفروج، وضيفن للخضرة لانه الخضرة بتحتاج شوية مي. منضيف ورقة زبدة مبلولة بالمي ومنحطها فوق الفروج لحتى تعطي ترطيب للدجاج ما ينشف معنا بقلب الفرن. منغطي الصينية كاملة بورق السلوفان ومنحطها بقلب الفرن. وبنشوي الفروج على درجة حرارة عالية، ما بتفرق حسب كل فرن ودرجة الحرارة تبعيته، ما كتير بتأثر درجة الحرارة أبدا. بس نكشف على الفروج ونشوفه انه استوى تماما، منكشف الوش ومنشيل ورق السلوفان ومنشيل ورق الزبدة ومنشويه من فوق لياخد اللون الذهبي يلي بيجنن. وهلأ رح شيلهم من الصينية وحطهم بصحن التقديم. شوفولي هاللون والطعمة، ما فيني اوصف لكم اياها على قد مو طيبة. جربوا الطريقة واكتبولي بالتعليقات شو رأيكم. ولا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك مشان يصلكن كل جديد. سلام.